السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله لو بتابعوني لاول مرة، دي قناتي انا منى ايوب. هنعمل مع بعض البلوفر اللي انتوا شايفينه ده. هو سهل جدا وتقدري تنفذيه بكل سهولة. ده الجزء التاني، نزلت لكم انا الجزء الاول، وهسيب لكم كمان اللينك بتاعه في صندوق الوصف. تقدري تعمليه بكل سهولة، ودي بعض الموديلات اللي احنا عملناها على القناة، تقدري تشوفيها وبعدين نبدأ الفيديو بتاعنا. خلاص كده، بعد ما خلصنا البلوفر وكمان ركبنا الكم وقفلنا الجناب وعملنا كله، هنبدأ نعمل الكمر بتاع البلوفر. طريقته سهلة جدا. لو عملتيه بالراحة، في ناس كتير بتقولي ممكن اعمل الكمر لوحده وبعدين ابقى اركبه. انا بقول لهم الطريقة دي سهلة جدا، بس واحدة واحدة يعني هتفهميها وان شاء الله هتعمليها بكل سهولة. هبدأ كده اعمل بداية، عندي بداية لسلسلة علشان ابدأ الشغل بتاعي. هاجي كده عندي في اول البلوفر من الناحية دي، وهبدأ اثبت الشغل بتاعي في اول غرزة كده، في اول حلقتين مع بعض. هسحب بداية السلسلة بتاعتي وبعدين اقفل عليها كويس، ودي اول غرزة انا هعملها. تاني اهو انا بسحب، بدخل هنا كده في الحلقتين دول وبسحب البداية بتاعة السلسلة بتاعتي، وبعدين بثبتها كويس في الشغل اهي، وبعدين هبدأ الشغل بتاعي. هعمل ايه دلوقتي؟ الغرزة دي انا مش بعتبرها عد، يعني عد في العدد اللي انا هشتغل بيه. هرتفع كده 1 2 3 4 5 6، والعدد ده مناسب للطول بتاعي بتاع البلوفر. طبعا لو بتعملي مقاس اكبر من كده ممكن تعملي 10 او 12 او مثلا 14، على حسب العدد اللي انت عايزاه. خلاص انا كده عملت اهو 6 غرز من السلسلة. هرتفع واحدة وهدخل في الغرزة رقم 6، وهعمل اول غرزة حشو، وبعدين في اللي بعدها تاني غرزة حشو، وبعدين تالت غرزة حشو، وبعدين رابع غرزة حشو. بعد وانا ماشية علشان الغرز بتاعتي يعني العدد بتاعي يبقى مظبوط. خامس غرزة حشو، وبعدين سادس غرزة حشو. هبدأ ايه اثبت الشغل بتاعي في جسم البلوفر. طيب هحط لكم هنا علامة علشان لو حد بيتلخبط يبقى الجزء ده باين، اللي هي اخر غرزة باينة قدامه. انا هنا طلعت من الحلقة دي وعملت السلسلة بتاعتي، هدخل في الحلقة اللي بعدها واعمل غرزة منزلقة. هسحب كده الشغل من على الخيط اللي على الإبرة، وبعدين تاني غرزة منزلقة، وبعدين تالت غرزة منزلقة، وبعدين هرتفع واحدة سلسلة والف الشغل بتاعي علشان اشتغل على ال6 غرز. طيب هنا اهي العلامة بتاعتي انا هشتغل فيها. يبقى انا ال3 غرز المنزلقة دول مش بشتغل فيهم، بشتغل في الغرزة اللي هي اول غرزة من ال6. هشيل العلامة، هشيل كده العلامة بتاعتي، وبعدين هدخل في الغرزة دي واعمل غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وبعدين تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، رابع غرزة حشو، خامس غرزة حشو، وسادس غرزة حشو. وكده خلصت السطر التاني بتاعي. هرتفع غرزة سلسلة والف الشغل بتاعي. انا هنا خلاص خلصت السطر وعملت الارتفاع بتاعي. هدخل في اول حلقة واعمل غرزة حشو، وبعدين تاني غرزة حشو. بس انا هنا هبدل اللون، هشتغل بلون تاني. هسيب كده الجزء ده ورا، وبعدين هجيب اللون البيج. انا عاملة اهي غرزة بداية زي اللي عملناها. هدخل كده الفتحة بس على في الابرة، وبعدين هسحبها جوه الغرزة دي. خلاص اسحب بس الخيط اللبني من ورا كده، هو هيتشد تاني لما اجي اشتغل بيه. هعمل تالت غرزة حشو، وبعدين رابع غرزة حشو بس غير مكتملة. هسيب الخيط واسحب الخيط اللبني علشان اكمل
خلاص، وبعدين خامس غرزة حشو، وبعدين سادس غرزة حشو. خلاص، هحط العلامة اهو عشان دي الغرزة اللي انا هرجع اشتغل عليها تاني. طيب هثبت في جسم البلوفر اهو. دي كانت الفتحة اللي انا كنت دخلت فيها المرة اللي فاتت، يبقى هدخل في اللي بعدها واعمل اول منزلقة، وبعدين تاني منزلقة، وبعدين تالت منزلقة. في كل فتحة من الفتحات هدخل واعمل منزلقة، وبعدين ارتفع واحدة والف الشغل بتاعي. دي الغرزة اهي، دول التلاتة هم منزلقة، انا مش بشتغل فيهم، هشتغل في الغرزة دي على طول اللي فيها العلامة. هدخل كده في الحلقة الخلفية بتاعتها، هعمل اول غرزة حشو، وبعدين تاني غرزة حشو غير مكتملة. هسيب الخيط ده جوه عشان ده ظهر الشغل بتاعي، واسحب اللون البيج، وبعدين اعمل تالت غرزة حشو، رابع غرزة حشو غير مكتملة. هسيب الخيط هنا واسحب اللون البيج، اللون قصدي اللبني. خلاص، وبعد كده هدخل في اللي بعدها، يبقى خامس غرزة حشو، وبعدين سادس غرزة حشو. وكده خلصت السطر ده. هرتفع واحدة والف الشغل بتاعي. بصوا كده بدأت الشغل هنا يبان اللون، اللون يعني اللون اللي انا دخلته. طبعا انت لو حابة تدخلي كذا لون ممكن، لو حابة تدخلي يعني لو السلسلة اطول مثلا 10 وحبيتي تعملي الوان. انا جربت اعمل مثلا كحلي وبيج ولبني، بس حسيت بقى فيه دوشة كتير يعني، فاخترت اللون اللبني بس. خلاص كده هدخل هنا ونكرر تاني بنفس الطريقة. ادي اول غرزة، وبعدين تاني غرزة غير مكتملة. هسيب دي كده واسحب اللون البيج، وبعدين في اللي بعدها تالت غرزة بدخل بس في الحلقة الخلفية، وبعدين رابع غرزة غير مكتملة. هدخل واخد الخيط اللون ده واشد بس البيج كده، وبعدين ابدأ اعمل الغرزة الخامسة وبعدين ابدأ اعمل الغرزة الخامسة في الحلقة الخلفية، وبعدين الغرزة السادسة. مش محتاجة بقى، خلاص هحط ماركة، خلاص احنا عرفنا. وبعد كده ادخل في ادي هنا اول منزلقة، تاني منزلقة، وبعدين تالت منزلقة. جربت اعملها باتنين منزلقة بس لقيت الشغل بتاعي هيبقى واسع، او الاستك ده مش هيبقى زي ما احنا هنشوفه بعدين، هيبقى ملموم وشكله كويس. هرتفع واحدة والف الشغل بتاعي، وزي ما قلت لكم انا مش بشتغل في التلاتة منزلقة. بصوا ده الارتفاع بتاعي، وبعدين اعد 1 2 3، دول التلاتة المنزلقة. بشتغل هنا في الحلقة الخلفية. ادي اول غرزة حشو، وبعدين تاني غرزة حشو. هسيب الخيط ده هنا واسحب الخيط البيج بتاعي كده من الغرزتين، وبعدين هشتغل تالت غرزة حشو، وبعدين رابع غرزة حشو. هسيب الخيط ده هنا واخد الخيط اللبني، وبعدين خامس غرزة حشو، وسادس غرزة حشو، وارتفع والف الشغل بتاعي. ده كده وش الشغل اهو زي ما انتوا شايفين، وده الظهر بتاعه. اللي بعد كده انا بس مجرد دي هثبتها كويس بعد كده يعني عشان ادككها هنا عشان ما تبقاش باينه، وبعد كده بشتغل كل الشغل بنفس الطريقه. لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان الظهر شكله مختلف عن الوش انضف بكتير، وده اللي هيمشي مع وش البلوفر. لازم يبقى على الناحيه دي اللي انتي بتشتغلي فيها ان ده وش البلوفر. هخلص كل البلوفر بالطريقه دي، هعمل الجزء ده كله لغايه ما اوصل لهنا، وبكده يبقى خلصت الكمر. خلاص خلصت الجزء ده من البلوفر، وعملت كمان الكمر خلصته كده. بدأنا زي ما انتوا شفتوا اللون اللبني، وبعد كده
حطيت اللون البيج ده وكملته لغاية النهاية هنا، وعملت كمان 6 السطرين دول عشان يبقوا نفس الفكرة. هنعمل بقى الزونت وبعدين نشوف الطريقة اللي هنعمل بيها الزونت. عشان اعمل زونت لأي بلوفر هعد كده من اول هنا، من اول التناقص اللي انا عملته هنا او شكل ال7، بعد كل سطر مثلا بمعدل غرزة واحدة، غرزة سلسلة. فهنقول 1 2 3 4 5 6 7، وبعدين هعد ورا 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. حوالي 30 غرزة سلسلة، ودي البداية بتاعة الجزء بتاعي أو الزونت اللي أنا هعمله. هبدأ كده وأعمل بداية سلسلة، وبعدين هعد 1 2 3 4. خلاص كده عملت 30 غرزة من السلسلة، ولما اجي اقيس يعني حوالي 20 سنتي. بصوا كمان لو انتي حابة برضو عشان العدد بتاعك او الخيط، سمك الخيط هيبقى مختلف، نقدر برضو نقيس بالطريقة دي من الجزء ده لهنا حوالي 7 سنتي، وكمان الجزء ده زيه، وتقريبا ورا هلاقيها 6 سنتي اهي، 6 أو 7 سنتي. فبرضو الفكرة ان هو هيديني 20 سنتي. طيب كمان هفضل شغالة بنفس الطريقة بتاعة الغرزة دي. يعني انا هرتفع كده بعد ما عملت 30 غرزة من السلسلة زي ما انتوا شايفين، هرتفع غرزة واحدة، وبعدين هدخل في الغرزة رقم في السلسلة رقم 30 واعمل غرزة حشو تاني في الغرزة اللي بعدها، واسحب بقى معايا 2 على الإبرة واعمل غرزة حشو، وهكذا لغاية ما اخلص 30 غرزة من السلسلة. هفضل شغالة بنفس الطريقة لغاية ما اوصل للجزء ده. كل سلسلة هتقابلني هعمل فيها غرزة حشو من غير اي تزايد لغاية ما اوصل لنهاية السطر بتاعي. انا كده خلاص خلصت السطر كله زي ما انتوا شايفين. عملت في كل غرزة من السلسلة غرزة حشو، هرتفع غرزة سلسلة والف الشغل بتاعي. هشتغل في الحلقة الخلفية، كل حلقة خلفية هتقابلني هدخل فيها واعمل غرزة حشو. يبقى انا بشتغل على الحلقة الخلفية، هدخل فيها كده واسحب الخيط، بقى معايا 2 على الإبرة واطلع منهم واعمل غرزة حشو، وهكذا لغاية ما اخلص السطر بتاعي بنفس الطريقة من غير اي تزايد. هفضل اشتغل عدد سطور متكررة بنفس الطريقة، بشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية لغاية ما اعمل جزء من قطعة. يعني هقول لكم هتبقى كام بالسنتيمتر. انا خلاص كده اشتغلت عدد من السطور، هقول لكم هتبقى كام بالظبط. يعني 15 سنتي. طيب هنا هبدأ اعمل اشتغل السطر الجديد. هعمل تناقص هنا في المنتصف، يعني هحط علامة كده، هعد السلاسل دي واحط في منتصف السلاسل بتاعتي اهو، احطهم كده على بعض، وفي المنتصف هنا اللي هي الغرزة رقم 15 هحط علامة، وبعدين ابدأ اعمل تناقص بس في الجزء ده. هرتفع كده واحدة سلسلة والف الشغل بتاعي ده. اشتغل السطر كله غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هدخل كده في الحلقة الخلفية واشتغل غرزة حشو لغاية ما اوصل للعلامة. انا وصلت هنا للعلامة، قبل العلامة بغرزة اهي، ودي الغرزة اللي فيها العلامة. هدخل كده في الغرزة دي واسحب الخيط واسيب الاتنين على الإبرة، وبعدين هشيل العلامة بتاعتي وادخل في الغرزة اللي بعدها، وبرضو هسيبها على الإبرة، وفي اللي بعدها واسيبها على الإبرة، وبعدين اسحب الغرزة بتاعتي من التلاتة كلهم مرة واحدة، وهي دي الغرزة بتاعة التناقص بتاعتي. اشتغل السطر كله بدون اي تناقص. هدخل كده في الحلقة الخلفية واعمل غرزة حشو لغاية ما اخلص السطر كله بنفس الطريقة. خلصت انا السطر كله اهو. هرتفع برضو واشتغل
السطر الجديد غرزة حشو في الحلقة الخلفية لغاية ما اوصل للعلامة، وبعدين هقول لكم برضو هعمل ايه عند العلامة دي. قبل العلامة اهو بغرزة واحدة هدخل هنا واسحب الخيط واسيب الخيط ده على الإبرة، وبعدين هشيل العلامة وادخل في الغرزة دي اللي كان فيها العلامة واسحب الخيط، وبعدين في اللي بعدها واسحب الخيط، وبعدين اطلع منهم كلهم واحط العلامة بتاعتي، وبعدين اشتغل تاني السطر كله من غير اي تناقص. بعمل غرزة حشو في الحلقة الخلفية وهكذا لغاية ما اوصل لهنا. خلصت خلاص السطر ده، هشتغل كمان سطر فيه تناقص وبعد كده هقول لكم هيبقى كام بالسنتيمتر. هشتغل كمان اخر سطر، يبقى انا كده عملت 4 سطور من التناقص. كده انا خلصت خلاص المقاس المطلوب. بعد كده هنشوفه بقى كام سنتي اهو الطول النهائي يعني من الجزء ده الجزء ده حوالي 17 سنتي اهو. ده الجزء اهو برضو حوالي 19 سنتي. لما اجي اعمله كده ده شكل الزونت بتاعي. طبعا لسه هعمل له الجزء ده اللي هو شبه الاستيك اللي في الكمر هنا عشان يطوله شوية، وده كده مناسب للبلوفر بتاعي، وطوله وهو مقفول كده حوالي 15 سنتي. هقص الخيط كده وبعدين هبدأ بإبرة التنظيف، هبدأ أقفل الجزء ده. هحط كده الجزئين دول على بعض، وبعدين هاخد كده الغرزة الخارجية من هنا، الحلقة دي مع الحلقة الخارجية من هنا، وبعدين أرجع أدخل من نفس الناحية اللي أنا خرجت منها، وبعدين مع الحلقة دي، وهكذا لغاية ما أخلص القفلة بتاعة الزونت بتاعي. هبدأ أشتغل وأعمل الجزء اللي هو البليسيه بتاع الزونت علشان يكمل عندي الجزء ده، علشان يبقى الطول بتاعه كده مناسب للبلوفر. هبدأ كده أعمل بداية علشان أثبت الجزء ده في جسم الزونت بتاعي. هبدأ كده أدخل، ده أول سطر عندي، هبدأ كده أدخل في الحلقتين كده مع بعض، أشتغل على خيطين مش باخد خيط واحد علشان ما يبقاش ضعيف، وأسحب كده الخيط بتاعي وبعدين أثبته، والغرزة دي أنا مش بعتبرها من ضمن العدد. هبدأ بقى أعد الغرزتين اللي أنا هشتغل عليهم، هعد 1 2 وبعد كده هعمل ارتفاع، وبعدين أشتغل في الاتنين دول غرزة حشو. هدخل واطلع بقى معايا واحدة على الإبرة، وبعد كده في اللي بعدها هدخل واطلع وأعمل تاني غرزة حشو. طيب هنا هبدأ بقى أثبت الجزء ده. طيب أنا هحط هنا علامة علشان يبقى انتوا عارفين الجزء ده مش هشتغل، يعني الجزء اللي انا هعمله اثبت بيه الشغل مش هشتغل عليه، وهشتغل في الغرزتين دول بس. هحط كده علامة هنا، وبعدين هبدأ اثبت الشغل بتاعي. ده اول سطر انا ارتفعت منه وعملت اول سطر. ده تاني سطر اهو هدخل فيه كده واعمل منزلقة، وبعدين ده السطر اللي بعده، وبعدين اعمل تاني منزلقة، وبعدين ده السطر اللي بعده هدخل كده في حلقتين مع بعض واعمل تالت منزلقة، وبعدين ارتفع واحدة، وبعدين ابدأ اشتغل. دول التلاتة منزلقة بتوعي اهم، ادي 1 2 3. مش بشتغل فيهم، بشتغل هنا في الحلقة الخلفية بتاعت الغرزة دي اللي هي فيها العلامة، والغرزة دي هشيل كده العلامة بتاعتي، وبعدين اشتغل هنا غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وبعدين غرزة حشو تانية في الحلقة الخلفية، وبعدين ارتفع والف الشغل. هشتغل هنا الحلقة الخلفية غرزة حشو، وبعدين اللي جنبها حلقة خلفية هشتغل فيها غرزة حشو، وفي نفس المكان هدخل واعمل غرزة حشو تانية، يبقى عندي 3
واحدة في الغرزة الأولى، وبعدين 2 تزايد عملتهم في اللي بعدها، وهحط فيها علامة. وبعد كده هبدأ أثبت الشغل. ده آخر سطر أنا دخلت فيه. عندي أدي سطر 2 3، يبقى هعمل في أول واحدة هنا منزلقة، دي السطور بتاعتي أهي. وبعدين ده السطر التاني، هدخل هنا وأعمل تاني منزلقة، وبعدين ده السطر التالت هدخل في الجزء ده وأعمل تالت منزلقة. احاول بس اخد حلقتين علشان الشغل بتاعي يبقى مظبوط، وبعدين ارتفع واحدة، هلف الشغل كده. دي الحلقة بتاعتي اهي اللي فيها العلامة اهي، هسيب العلامة موجودة عشان تشوفوها. هدخل كده واعمل اول غرزة حشو في الحلقة الخلفية، تاني غرزة حشو في الحلقة الخلفية، تالت غرزة حشو في الحلقة الخلفية. يبقى السطر ده سطر ثبات ما فيهوش اي تزايد. خلاص هشيل كده العلامة، وبعدين هرتفع، وبعدين اجي كده هنعد كده: اول غرزة حشو في الحلقة الخلفية، تاني غرزة حشو في الحلقة الخلفية، والتالتة دي هعمل فيها 2 غرزة حشو. يبقى دي 1 2، وبعدين هبدأ أثبت الشغل بتاعي بمنزلقة 3 منزلقة. ده آخر سطر أنا كنت عاملة فيه التثبيت، كان هنا مثبتة فيه يعني. فعندي السطر اللي بعده أدي 1 2 3، هعمل هنا في السطر ده أدي أول منزلقة، وبعدين السطر اللي بعده ندخل كده في حلقتين مع بعض، أدي تاني منزلقة، وبعدين ده السطر التالت هدخل برضو هاخد حلقتين مع بعض واعمل تالت منزلقة. هرتفع واحدة والف الشغل بتاعي. خلاص انا كده خلاص بقيت عارفة ومش محتاجة احط علامات. عندي ال3 منزلقة ادي 1 2 3، مش بشتغل فيهم. هشتغل فين؟ في 1 2 3 4، هشتغل 4 غرز في الحلقة الخلفية. ادي 1 2 3 4. هفضل شغالة كده. بصوا الجزء ده طلع عندي عامل ازاي. هفضل شغالة كده الجزء ده يعني وانا ماشية كده اعمل تزايد، وبعدين وانا راجعة يبقى ثبات. خلاص اشتغلت لغاية ما وصلت لعدد الغرز بتاعتي 7 غرز حشو. خلاص طيب انا كده مش هعمل اكتر من كده، عندي كفاية الجزء ده يعني ال7 غرز همشي بيهم نفس ال7 غرز، مش هزود تاني. هعمل كل الجزء اللي جاي 7 غرز برضو. طيب هعمل ايه بقى عشان اعرف؟ انا هنا بدأت كده زي ما انتوا شايفين غرزتين، وبعدين 3 4 5 6 7 وهكذا. طيب انا عندي الجزء ده يعني بصوا كده انا هحط علامة عشان هعرف امتى يعني همشي ده كله ثبات لغاية فين، وبعدين ابدأ اعمل تناقص عشان الجزء ده يديني نفس الشكل اللي هنا. انا عندي ده المنتصف اهو، فانا مثلا هعد كده ادي الناحية دي الجزء ده اهو من هنا ومن هنا، وبعدين ده سطر، السطر اللي زيه هنا، وبعدين ده اهو وده اهو وده كده، وبعدين ده هنا، وده هو ده اللي عملت عنده الثبات. خلاص يبقى هاجي عند السطر ده وهحط علامة ده، يعني هفضل ماشية السطر ده كله، السطور دي كلها هثبت بمنزلقة ب3 منزلقة، ونفس عدد الغرز اللي هم 7 غرز حشو. يعني هرتفع كده واحدة، وبعدين هلف الشغل بتاعي واشتغل في الحلقة الخلفية. أول غرزة حشو، تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، رابع غرزة حشو، خامس غرزة حشو، سادس غرزة حشو، وسابع غرزة حشو دي الأخيرة، سابع غرزة حشو. خلاص ما عملتش أي تزايد. هحط فيها علامة عشان أثبت ب3 منزلقة. السطر الأخير أنا كنت مثبتة أهو، ده كنت مثبتة في السطر ده، يبقى هثبت هنا مرة بمنزلقة، وبعدين السطر اللي بعده ده هثبت بمنزلقة. ثانية واحدة بس عشان أدخل فيه حلقتين مع بعض.
وبعدين ده تالت سطر هثبت بمنزلقة او تالت منزلقة، هرتفع واحدة والف الشغل بتاعي وهدخل هنا، هشيل العلامة، هدخل هنا كده وهشتغل في كل حلقة من الحلقات دي 7، وهكذا هفضل شغالة بنفس الطريقة من غير اي تزايد لغاية ما اوصل للعلامة دي. اشتغلت كل ده لغاية العلامة اهو، ده اخر سطر انا هعمله. هرتفع اهو واحدة وهلف الشغل بتاعي علشان ابدأ اشتغل السطر الجديد قبل ما اوصل للعلامة بتاعتي. هدخل في الحلقة الخلفية كده واعمل اول غرزة حشو، وبعدين تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، رابع غرزة حشو، خامس غرزة حشو، وسادس غرزة حشو، وبعدين سابع غرزة حشو. هدخل كده، ده اخر سطر انا اهو كنت مثبته فيه، يبقى انا هثبت في السطر ده وبعدين في السطر ده وبعدين في السطر اللي فيه العلامة. يبقى هدخل هنا كده الحلقتين دول مع بعض واسحب الشغل بتاعي، ادي اول سطر، وبعدين هدخل في السطر ده حلقتين كده مع بعض، اثبت كده ادي تاني منزلقة، وبعدين هسحب العلامة وادخل هنا كده، وده تالت منزلقة، وبعدين ارتفع واحدة واشتغل على ال7 غرز بتوعي. طيب انا هنا بعد العلامة خلاص بقى هبدأ اعمل تناقص علشان يوصل الشكل عندي زي الشكل ده. طيب هنبدأ نعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان السطر اللي راجع ده كده ثبات، فانا هدخل في كل غرزة من الغرز دي واعمل غرزة حشو من غير اي تناقص لغاية ما اوصل واعمل 7 غرز حشو في الحلقة الخلفية، وبعد كده هشتغل السطر الجديد هو اللي فيه تناقص. ودي اخر اهي غرزة، وبعدين هرتفع واحدة والف الشغل بتاعي. طيب هشتغل ازاي بقى غرز الحشو دي؟ اول غرزة هعد كده، انا عايزاهم دول 7، عايزاهم يبقوا 6. ادي اول غرزة، وبعدين تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، رابع غرزة حشو، خامس غرزة حشو، وسادس غرزة حشو، غرزة غير مكتملة، وهدخل في اللي جنبها واسحب الخيط، ودي تبقى سادس غرزة حشو. هبدأ أثبت ال3 منزلقة بتوعي، وبعدين أرجع أشتغل سطر ثبات، والسطر اللي بعده أعمل تناقص. يبقى أنا كده ده السطر أهو اللي أنا كنت مثبتة فيه السطر اللي فات. يبقى عندي هثبت هنا مرة، وفي السطر ده مرة، وفي السطر ده مرة. يبقى هدخل هنا كده واثبت، اخد بس حلقتين من الخيط علشان التثبيت بتاعي يبقى كويس. وادي السطر ده هدخل فيه مرة واخد حلقتين برضو من الخيط، وبعدين السطر ده هثبت برضو الشغل واحاول اخد حلقتين مش حلقة واحدة علشان الشغل عندي يطلع كويس. خلاص عملت ال3 منزلقة، هرتفع واحدة واشتغل سطر ثبات. هعمل 6 غرز حشو في الحلقة الخلفية. انتي بمجرد ما بتشتغلي خلاص بتعرفي الغرز من غير ما تحطي علامة. لو لسه عندك مشكلة في العلامة حطي علامة، مادام انتي يعني هتبقي كده العدد عندك مظبوط ومش هتتلخبطي. خلاص كده اهو ده سطر الثبات، وبعدين هرتفع واحدة والف الشغل بتاعي. هشتغل هنا دول كانوا 6 فهشتغلهم 5 في الحلقة الخلفية. ادي اول واحدة، وبعدين في اللي جنبها تاني واحدة، وبعدين تالت واحدة، رابع واحدة، والخامسة عندي 2. هدخل هنا واطلع بس مش هسحب الخيط، هدخل في اللي بعدها واطلع وبعدين اسحب الخيط، وكده عملت تناقص وبقى عندي 5 غرز سلسلة. هفضل شغالة لغاية ما اوصل للاخر، وهتلاقوا على السطرين دول هو وصلت ل2. هكمل بيهم الجزء ده زي ما عملت هنا، اشتغلت سطرين الاول ب2 غرزة حشو. هفضل شغالة لغاية ما اوصل للجزء ده كده. الزونت بعد ما خلص خلاص هنبدأ بقى نثبته في جسم البلوفر. دلوقتي خلاص هو جاهز علشان يركب في جسم البلوفر بتاعي بالطريقة دي اهي. هشتغل بقى كده بالإبرة بتاعة التنظيف، وهوريكم هنثبتها ازاي. هبدأ بقى بإبرة التنظيف دي وبالخيط اللي انا سبته هنا. احط الجزء ده على ده
وابدأ اثبته. خلاص، انا عندي ده الجزء من اول التناقص اللي احنا عملناه في جسم البلوفر، فهحط كده الجزء ده عليه وهبدأ اشتغل كده هنا. اشتغل، انا بدأت كده من السطر اللي هو قبل التزايد، على قبل التناقص على طول اللي انا كنت عاملاه، فهبدأ هحط الجزء ده على بعضه كده. وهنا اهو، عايزة تحطي علامات ممكن تثبتيه بعلامات علشان ما تتلخبطيش. بصوا اهو، هيبقى هو يعني يدوب بالظبط نفس المقاس. فهبدأ احطه كده، وبعدين هاخد حلقة، يعني هخيط كده خياطة عادية زي ما عملنا قفلنا في جسم البلوفر. هاخد حلقة من هنا مع حلقة من هنا، وبعدين ادخل من الناحية دي للناحية دي، وبعدين تاني من نفس الاتجاه اللي انا خرجت منه هدخل كده، هاخد حلقة واحدة، وبعدين اخد سطر من هنا، وبعدين بعد كده السطر اللي بعده من هنا مع حلقة من هنا، وهكذا لغاية ما اخلص التثبيت بتاعي بنفس الطريقة. يعني شكله بقى في النهاية بعد ما الزونت ركب تقدروا تشوفوه برضو وتعملوه بسهولة. هسيب لكم بقية بقى الأجزاء التانية، هسيب لكم الفيديوهات بتاعتها في صندوق الوصف عشان تقدروا تشوفوها وتكملوا بقية البلوفر بالنسبة لعمل الجيب وكمان تركيب السوستة. ان شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد.